بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا النهارده هتطبخي يا مجيدة. هنعمل النهارده بقى بانيه كده فضلة خيركم. هنعمل صينية بشاميل، وعندي محشي ورق عنب هسويه جنبهم كنت عاملاه. هنا بقى ايه معايا كيسين مكرونة، ومعايا المية حطيتها على النار، ويلا بينا ندبل البانيه عبال المية بتاعت المكرونة ما تغلي. جبت بصلاية كده بشرتها، وجبت طماطماية صغيرة خالص بشرتها مع البصل. الطماطماية دي بتخلي الصدور بتاعة الفراخ اللي هو البانيه ده، بتخلي لحمه طري كده وجميل، ما يبقاش ناشف كده. بسم الله ما شاء الله. حاجة هبشر بقى الطماطماية على البصلاية. وطبعا انا مش هحط بهارات كتير، انا ما بحبش احط بهارات، بتضيعي طعم الاكل. كلي ايه اكلك كده من غير بهارات تستطعمي بيه، بيبقى طعمه جميل. حطيت شوية فلفل اسمر وشوية ملح، اكتر من كده ما حطيتش. هجيب بقى البانيه، طبعا انا غسلاه بالليمون، عصر عليه ليمون قدامكم ومظبطاه. هجيبه بقى كده ادبله بالبصله والفلفل والملح، وبعد ما هدبله كده هسيبه على جنب. ارصه فوق بعض كده يشرب من بعضه كده، ويتدبل قدامه بتاع ساعه كده ولا حاجه، عبال ما اعمله يكون التتبيله دخلت فيه كده ويكون طعمه حلو. تمام تمام، هركنه بقى على جنب. ويلا بينا كده مع بعضينا بقى بعد ما دبلناه. تعالوا بقى نجيبه كده بصلتين، 4 بصلات صغيرين كده. هنخرطهم، طبعا مش هنعملهم في الكبة عشان ما يبقوش كلهم مية، عشان نعمل عصاج للمكرونة. تمام تمام. هقطع البصلة بقى كده رفيع خالص من غير ما تحطيها في الكبة. أحلى ما بتحطيها في الكبة بتبقى كلها مية، بتيجي تحمريها أو تدبليها بتغيب عبال ما بتعملي، غير ما تكون متخرطة من الخراطة أحسن من لما تعمليها في الكبة. تمام تمام. خرطنا هنا بقى البصل، آخر بصلاية ديت. وبعد بقى هنا ما هنخرط البصل، بسم الله ما شاء الله. بالله عليكم كده ما تنسوني بلايك حلو وتعليق منكم جميل، ربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم. كل سنة وانتم طيبين. خلاص النهارده ليلة 27. كل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم الأيام بخير. عدى رمضان وجرى بسم الله ما شاء الله. يا رب كده يكون دخلة عيد مبروك عليكم وسعيدة. جبت هنا بقى الطاسة ورحت حطاها على النار، رحت حاطة فيها معلقتين سمنة حلوين كده، ورحت ايه حاطة اللحمة المفرومة. أنا بحب أحمر اللحمة المفرومة، أشوحها قصدي، قبل ما أحط البصلة تشرب ميتها اللي بتنزل منها دي. وتروحي بقى جاية هنا حاطة البهارات بتاعتك، حاطة الملح، حاطة الفلفل، حاطة واحدة ماجي. ما تحطيش برضو أكتر من كده، حتة حبة جوز الطيب وخلاص. بتشوحي بقى الكلام ده كله مع بعضه، بتزوديها شوية مية وتسيبيها تاخد وتدي كده مع نفسها. وبعد هنا بقى خلاص كده بقى اتشربت وبقت جميلة. هنا المية غلت، هننزل بقى بكيس ونص مكرونة. مش هعمل كيلو كامل، هعمل حوالي كيلو الا ربع الا شوية كمان كده. تمام تمام. تعالوا بقى هنا نقلب في المكرونة. وهنا عندنا بقى اللحمة استوت، اللي هو العصاج هنشيله. وتعالوا بقى هنا بقى ايه نصفي المكرونة، ناخدها بقى كده المكرونة استوت. تعالوا بقى كده ايه ناخدها نصفيها، ونجيب بقى هنا حلة تانية نحطها على النار عشان نعمل البشاميل. تمام تمام. حطينا هنا طبعا 5 معالق دقيق سمنة، ورحت حاطة عليها 5 معالق دقيق طبعا، وهقلب الكلام ده كله كده مع بعضه لحد ما تلاقي كده ايه ريحة الدقيق كده طلعت ريحة حلوة كده. تروحي نازلة عليها بكيلو وربع لبن. انا حطيت كيلو وربع لبن على الكيلو الا ربع مكرونة. تمام تمام. تشوحي بقى كده في الدقيق في السمنة، وتروحي نازلة بقى بالكيلو وربع لبن، وتقلبي بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. بسم الله ما شاء الله على الروايح. طبعا معلش انا بسجل بايد واحدة، وطلع التسجيل بالطول كده مش بالعرض، فمعلش غصب عني ما خدتش بالي والله. تمام تمام. رحت حاطه بقى شويه فلفل على البشاميل، وحطيت واحده ماجي وشويه ملح وشويه جوز الطيب، وقلبت بقى الكلام ده كله كده مع بعضه لحد كده ما خلاص البشاميل بقى بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هنا المكرونه خلاص بقى اخدها بقى اصفيها. وهنا بقلب برضو في الايه في البشاميل، متسيبيش البشاميل وتروحي بعيد. جبت المصفى بقى هنا اصفي المكرونه. بصوا صفيت بقى هنا المكرونه، ما تشطفيش المكرونه، يعني الميه المكرونه حاولي ما تشطفهاش بميه. تعالوا بقى يلا هنا بقى ايه صفينا مكرونتنا وخلصنا البشاميل بتاعنا و... ويلا بينا بقى نعمل ايه نعمل الصينيه بتاعتنا بتاعه البشاميل.
جبت البشاميل طبعا، رحت حاطه واخده نص وحطاه على المكرونه، واخده شويه حطاهم في قعر الصينيه. وهنزل بقى ايه بعد ما ضربت المكرونه مع البشاميل، نزلت بقى بشويه مكرونه كده، حبه حلوين كده، نص المكرونه هنزل بيها في الصينيه، وراح نازله بقى ايه باللحمه كده. الريحه هنا تحفه، جميله جدا، بجد بجد تحفه. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب كده. ولما دخلتش قناتي، خش قناتي، يشرفني ونورني. انا اسكندرانيه، تقولوا انتوا منين؟ تشرفوا قناتي وتشرفوني. وكل سنه وانتم طيبين. نزلت بقى بعد ما نزلت باللحمه، نزلت بباقي المكرونه وسويتها طبعا كويس، ورحت نازله بالبشاميل اللي هو ايه فاضل ده. كانت المكرونه تحفه، بجد بجد تحفه. بسم الله ما شاء الله على الروايح وعلى الطعم، جميله جدا جدا. طبعا انا جبت بيضه ورحت حطاها على البشاميل اللي فاضي، ورحت رباها كده. ربيها قوام عشان البشاميل سخن، عشان ما تستواش منك. قوام قوام، ربي 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 ربي، عشان ما تستواش منك. وروحي نازله بقى بيها على وش ايه المكرونه، بتدي لون جميل وطعم تحفه، بجد بجد. جربي الطريقه دي، جميله جدا، مش هتبطلي تعمليها. بصي بقى هنا كمان البشاميل اللي عاملاه ازاي، بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه بجد. خلصنا بقى هنا طبعا صينيه البشاميل بتاعتنا. طبعا انا عندي عيال اختي النهارده البنات جايين، دخلنا بقى الصينيه الفرن، وجبنا بقى ايه المحشي ورق العنب. عندي شوربه، رحت حاطه لها معلقه صلصه، ورحت نازله واحده ماجي، ورحت نازله بالشوربه على الورق العنب اللي انا لفاه، واغطي عليه واسيبه هنا. بصوا بقى المكرونه طالعه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يلا بينا بقى بعد ما خلصنا الكلام ده كله كده مع بعضه. طبعا هنا قلت بالمره كده وانا بعمل، رحت عامله صينيه كنافه وعامله الشربات، ودخلتها الفرن مع ورا صينيه الايه المكرونه. عملنا بقى صينيه كنافه، بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. بصوا وطلعتها ورحت زقيها بالعسل بالمره، قلت الفرن ايه سخن كده، اعمل حاجه حلوه للعيال اللي جايين. تمام تمام. يلا بقى هنا بعد ما خلصنا بقى الصينيه بتاعت الكنافه، هنيجي بقى هنا بقى ايه. طبعا حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها زيت، وهجيب بقى البانيه. طبعا انا ما حطيتش عليه بيض، مش بحبه بالبيض، انا باخده كده زي ما دبلته، وباخده بعمله بالفيجيتار وبقليه، وبيطلع طري وجميل ناشف. الكفر بتاعه ناشف، ومن جوه طري وجميل جدا جدا. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي، اللي هي بطماطمايه دي. هنا بقى الاكل استوى، والبانيه بعمله على النار. ويلا بينا بعد ما خلصنا بقى اكلنا، تعالوا بقى نشوفوا اكلنا على السفرة، عشان خلاص الاذان هيدن. قولي ايه رايكم؟ بصوا بقى الجمال والحلاوه، ادي المكرونه وادي المحشي وادي البانيه، ورق العنب، حاجه جميله جدا. الف هنا وشفا. وبالله عليكم ما تنسوني بلايك حلو وتعليق منكم حلو. وكل سنه وانتم طيبين، وعود عليكم الايام بخير. طبعا حاطين بقى حاجه ساقعه والكنافه. قولي لي ايه رايكم النهارده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.